يقال أنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر، لكن هذا الفتى لم يتركها حتى تظلم أصلا، وجاءهم من قبل ونصب نفسه المنقذ مرة وثانية وثالثة. وإن كانوا يلومون فلورنتينو عن صفقة واثنتين، فها هو يجلب لهم لاعبا بثقل تشكيل كامل، فقط قل له مصدر الخلل وهو سيتكفل بالبقية. يا بني خلينا نتعاقد مع مهاجم، هذا لسان حال المادريديستا بعد رؤية ما يفعله جود في الليغا لحد اللحظة. وإن كنتم تبحثون عن الغربال الذي غطى الشمس فها هو، ولا أحد أصبح يعلمها المدريد بخير أولى، لأن فتى إنجلترا غطى على كل شيء. الفرق بين السرقة والنهب أن السرقة تكون على حين غفلة من الضحية، لكن النهب يكون أمام عينيه، ولا يوجد نهب صريح أكثر مما فعله بيريز بدورتموند هذا العام في صفقة بيلينغهام. عندما يتنفس تشيلسي تصبح للندن هوية من بعد تلك التي صنعها أرسن مع الجنرز بوقت مضى. ومن بعد بداية شككت إنجلترا في أمر هذا النادي، عاد من بوابة صاعد جديد ليجعله يندم على صعوده أصلا ويحقق أول فوز له بالدورية. رحيم وضع حجر الأساس لبداية موسم قيل أنه سيكون جيدا للبلوز، لكن لا شيء يبنى على القيل والقال إذا لم يكن الواقع له كلمة فاصلة. فوجود تشيلسي بعز مستواهم هو دفعة للبريمير ليج تجعله ذا صيت وقوة، هكذا عودتنا السنوات التي مضت. ثلاثية نظيفة بعد خيبة مباراتين، هل هي العودة للحياة بعد الموت أم أنها الشاقة التي بلغت الترقوة فظنوها أملا قد أعيد؟ لم يأتي ذكر للنصر هذه الأيام إلا وجاء معه اسم رونالدو، سواء كان الفريق فائزا أو خاسرا أو حتى متعادلا. فهل يبعث الشباب من جديد أم هي النفس والحفاظ عليها من يعيده هدافا رغم أنف الشبيبة والشيخوخة؟ رونالدو خزنة ذهب ما إن فتحت أقفالها، خذ ما شئت من الأموال والأهداف على حد سواء. رونالدو يقدم لنا دروسا يتعلم منها القاسي قبل الدانية، وأن العمر مجرد رقم كيف لا، وهو من سجل 30 هاتريك قبل 30 و33 هاتريك بعد سن 30، ليؤكد الدون أنه سيد كل الأزمنة والأمكنة.